أنا عمري ما كنت أصدق في العفاريت ولا الأشباح ولا البيوت المسكونة. كنت دايماً أضحك لما أسمع حد يقول البيت ده مسكون، لحد الليلة اللي دخلت فيها البيت ده أنا وصحباتي. البداية، إحنا كنا 4 بنات، أنا، مريم، سلمى ونور. كنا خارجين بالليل وفضلنا نهزر لحد ما مريم قالت انتوا عارفين البيت المهجور اللي آخر الشارع؟ نور ضحكت وقالت بيت العفاريت ده الناس بتخوف عيالها بيه. سلمى قالت طب ما ندخله دقيقة ونطلع. ما كنتش عارفة إن الدقيقة دي هتكلفنا عمرنا. أول ما دخلنا البيت كان ضلمة بشكل يخوف، الهوا تقيل كأن في حد قافل علينا نفسنا. وأول ما قفلنا الباب ورانا سمعنا صوت جاي من جوه البيت. اتأخرتوا. وقفنا مكاننا. مريم همست حد فيكم قال حاجة؟ ولا واحدة ردت. أول ظهور، الحيطان بدأت تتحرك، مش تهتز، تتحرك ببطء. ومن الضلمة بدأوا يطلعوا أشكال سودة طويلة عيونها حمرة وصوتها يخش في العظم. واحد فيهم قرب من سلمى وقال بصوت خشن دي أول واحدة. صرخت سلمى، الأرض فتحت تحت رجليها، اختفت ولا حتى صوتها. الليلة التانية اللعب علينا. فضلنا إحنا ال3 محبوسين. العفاريت بدأت تلعب بينا، تطلع لنا على شكل ناس نعرفهم، أصوات أمهاتنا، ضحكتنا. نور شافت بنت صغيرة بتعيط في الركن، قربت منها وأنا صرخت نور لأ، بس فات الأوان. وش البنت اتشق وبان وش تاني تحته، وسمعتها بتقول دورك. نور وقعت وسحبها الظلام. الليلة التالتة الحقيقة. فضلت أنا ومريم. مريم كانت بتعيط، وشها شاحب وعيونها فاضية. العفاريت عملت دايرة حوالينا وقالوا بصوت واحد البيت ده عايش وبيكبر بخوفكو، وكل ليلة لازم واحدة تفضل، مش تموت، تبقى واحدة مننا. الاختيار. العفريت الكبير قرب وقال اختاري. مريم مسكت في ايدي وقالت وهي بتصرخ اوعي تسيبيني. وفي اللحظة دي سمعت صوت واطي في ودني سيبيها واطلعي. غصب عني رجلي اتحركت، الباب اتفتح، خرجت. النهاية، صحيت الصبح قدام البيت لوحدي. البيت كان واقف ساكت كأنه ما عملش حاجة. بلغت عنهم، قالوا مفيش بيت هنا أصلاً. بس كل ليلة بعد الساعة 3 بسمع صوت مريم جاي من بعيد بيهمس اوعي تدخلي، البيت لسه جعان.